صباح الخير على كل الزملكاويه في كل مكان. قبل اي حاجه خالص انا بعيد عليكم وبقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد، كل سنه وكل الزملكاويه طيبين، كل سنه وكل المصريين بالف خير. ان شاء الله يكون عيد سعيد علينا كلنا ان شاء الله يعني، ودايما فرحه وسعاده. عايزه بقى يعني الحمد لله عشان الناس اللي كانت بتقعد تشكك في الفلوس اتعمل بيها ايه، والله العظيم اصور لكم عشان تشوفوا الفلوس اتحطت في ايه، لان في ناس ساعدتنا من كذا دوله وفي ناس ساعدتنا من يعني في ناس كتير ساعدتنا، فلازم هم يشوفوا الفلوس اتحطت في ايه، مش بنصور والله عشان اي حاجه تاني. عايزه اشكر كل لعيبه الزمالك، مش هذكر اسماء عشان ثوابهم ما يروحش. لعيبه الزمالك كلهم شاركوا في الحمله الاولى والحمله الثانيه. عايزه اشكر الجاليه المصريه الزملكاويه في الامارات، شاركوا معانا مبلغ كويس. عايزه اشكر برده ناس من السعوديه برده بعتوا لنا. عايزه اشكر جمهور الزمالك بقى اللي هو يعني فوق راسي دايما، ان هم الناس دي فعلا نزلوا لنا وقلنا عند البوابه وشاركوا عشان يتعمل حاجه لعمرو. الحمد لله جبنا الخروفين. عايزه برده اقول لكم حاجه برده عشان يكون في مصداقيه، احنا كنا المفروض هنجيب 3 خرفان، جبنا خروفين بس عشان خاطر يعني الفلوس ما كملتش ان احنا نجيب 3، في فلوس متبقيه معايا، فلوس متبقيه من فلوس الحمله. ففي دلوقتي حلين، انا بفكر ان انا احط الفلوس في مستشفى 57 او نحطهم في بناء مسجد. فانتوا قولوا لنا لو عندكم اي اقتراحات ثانيه، ابعتوا لي على الفيسبوك، قولوا لي ايه اللي ممكن نعمله بالفلوس دي، وانا تحت امركم. في الاول وفي الاخر دي فلوسكم اللي انتوا ساهمتوا بيها لعمرو، قولوا لي كل مقترحاتكم وانا تحت امركم، هي الفلوس كده كده موجوده. حاجه ثانيه عايزه بقى ايه، اشكركم جدا 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 يعني بجد. عايزه اوجه بقى الرساله للمجلس والناس اللي جوه ان هم ما رضيوش اصلا يخلونا نذبح جوه، فاحنا عشان كده ذبحنا بره. بس الحمد لله برضه ان احنا ذبحنا عند بوابه الملاعب، مدرك برضه مع عمرو يعني استشهد عند النادي. فانا بقول لهم يعني مش عارفه انتوا بتضيعوا ثوابات من ايديكم ولا بتعملوا ايه بالظبط، بس عادي هم يعني ليهم ربنا زي ما بيقولوا، وايامهم خلاص يعني معدوده كلها كام يوم، ان شاء الله هيرحلوا بقى ويسيبونا في حالنا. اخر حاجه اقولها لكم، انا بشكركم جدا وان شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسناتكم وميزان حسنات عمرو، وان شاء الله يا عمرو في الجنه وربنا يرحمك بجد يا عمرو، وكلنا وراك يا عمرو، وكلنا ان شاء الله هنجيب لك حقك. بس قبل ما نجيب لك حقك احنا بنحاول نعمل لك ثوابات تنفعك ان شاء الله في اخرتك. بشكركم جدا وبشكركم يعني جزيل الشكر زي ما بقول.